مساء الفل. دلوقتي هكلمكم عن منتجات اقل من 50 جنيه، حرفيا مش هتستغنوا عنها. خلينا نبدأ بأول حاجة وهي الكلينداسول. عارفين انتوا الحبوب اللي بتطلع اوقات المناسبات دي؟ ده من الحاجات بجد الرخيصة جدا اللي بتعالجها بسرعة جدا. خلال 3 ايام هتلاقي الحباية تقريبا نشفت وبتروح. تاني حاجة وهو كريم الاكراتين. بصوا انا حرفيا واكلاه من كتر ما بستخدمه. ده بنستخدمه بقى في تقشير اثار الحبوب، بنستخدمه في التركيبة بتاعة جلد الوز لما عملتها معاكم قبل كده. بنستخدمه في 20 ألف حاجة. أهم حاجة إنه بيتحط في الضلمة وما بيتعرضش لأي نور. بعد كده لو عايزين بقى حاجة أو ماركة مانيكير كده تكون حلوة ولا خفيفة ولا تقيلة، حرفيا هاتوا النوع ده من أحسن الحاجات اللي هتشتروها، ب15 جنيه بس، مش غالي خالص. بعد كده هو البانسينول. بس زي ما قلتلكوا دايما ان هو كمرطب بنستخدمه للجسم بس، مش بنستخدمه للبشرة خالص. بعد كده بقى البودي سبلاش ده من فيكتوريا سيكريت. طبعا هو مش اوريجينال، هو كوبي، بس لو انتوا بتحبوا الحاجات او بتختاروا الحاجات على اساس روايحها مش على اساس ان هي اوريجينال او حاجه، فده من الروايح اللي هتعجبكم قوي. بعد كده الليب بالم بتاعه ماي واي، برضو من الحاجات اللي حرفيا لما هتستخدموها هتعجبكم جدا كترطيب. برضو زيت جونسون، بس نجيب من الحجم الصغير عشان سعره ما يبقاش عالي. حمام الكريم من كليوباترا، برضو من اكتر الحاجات اللي بتدي ترطيب للشعر، وتقريبا انا كلمتكم عنه قبل كده اكتر من مره. بالنسبة للمخمرية دي بقى، هي بتكون مخمرية يعني بنفس ريحة برفان معين. دي من احسن الحاجات بجد. عارفين انتوا لما تبقوا عايزين حاجة هادية، هي مش بتثبت اليوم كله، لكن هي كميتها كويسة وسعرها كويس ان احنا نفضل نزود منها. الفازلين بقى بتاع الشفايف ده، لو شفايفكم فعلا بتقشر، ده من الحاجات اللي فعلا بقى تستمروا عليها. الماسكارا دي برضو من ان هي بتدي طول اكتر ما هي بتدي فوليوم، بس برضو من الحاجات الحلوة، وان شاء الله ما تكونش غليت عن 50 حاليا. بعد كده الباودر بتاعت مايت سينما برضو للحواجب تحفة. الايمو سوفت ده بيدي زي نضارة كده، لكن ما بيستخدمش يوميا خالص، وبيستخدم برضو في ترطيب الجلد. التكسا كورت من الحاجات المهمة قوي بعد الليزر. قلم الحواجب ده برضو من ان تحفة جدا، وفي منه كل الالوان تقريبا.